السلام عليكم ورحمة الله. عندك طبعة في البيت؟ طيب ايه رأيك بقى اوصل لك الطبعة بالموبايل بحيث ان انت تطبع المستندات بتاعتك والصور والحاجة بتاعتك كلها اللي على الموبايل على الطبعة على طول دايركت، من غير لابتوب، من غير كمبيوتر، من غير حاجة. كل الموضوع واصلة كابل من الطبعة للموبايل بتاعك بالوصلة الاوتو جي، وهدي لك التطبيق وهنعمل خطوات بسيطه جدا 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 هتطبع بيها من الموبايل على الطبعه اي حاجه اللي انت عايزه، عدد النسخ اللي انت عايزها دايركت على طول من غير تعريفات ومن غير التوصيل على الكمبيوتر او اللابتوب او اي حاجه على طول. تابع معايا خطوات بسيطه جدا. خلاص وصلت الكابلات، ابدا بقى خش بقى على متجر بلاي زي ما انت شايف كده. هنيجي بقى في خانه السيرش، هنكتب ايه؟ NOKO. هيبدا يعمل سيرش اهو، لقى التطبيق اهوت، خلاص اعمل تثبيت. هيبدا ان هو يعمل تثبيت للتطبيق ده على الموبايل. هننتظر لحظات لغايه ما يتم التثبيت. خلاص تم التثبيت، افتح بقى التطبيق بتاعك، هيبدا يحمل معاك. هنختار من هنا الصور والرسوم، وليكن مثلا انا عايز اطبع مثلا صوره من الصور الموجوده عندي على المعرض او الاستوديو بحيث نجرب مع بعض، ولتكن مثلا الصوره اللي فيها المعده اللي هي رقم 3 دي. هتك عليها، فهلاحظ هنا جنب الطبعه هيقول لي لم يتم التحديد، يعني كده مفيش طبعه لسه متعرفه. طب اعمل ايه؟ هبدا عايز اعرف الطبعه بتاعتي، هوصل بقى الكابل بتاعي اهوت، ويبدا ان هو يعمل كونكت على الانترنت ويجيب التعريف بتاعها ببساطه شديده جدا من غير ما تعمل اي حاجه. اتك على NOKO برنت اهوت، واختار الطبعه بتاعتك اللي هو نزلها اهوت. هو لا اعمل سيرش اهوت، لا الطبعه ديت، اعمل له استخدام عام متابعه. هيبدا يعمل تحميل اهوت، خلاص هيبدا ينزل الملفات بتاعتها من غير ما تعمل اي حاجه خالص، هو اوتوماتيك. ومش كل مره هتعمل نفس الخطوات، لا انت بعد كده هتبقى الطبعه بتاعتك موجوده هتطبع على طول. وادي الصوره اللي احنا طبعناها من شويه.